السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دلال. شكرا دلال. من هي دلال؟ دلال بنتي أنا، حبيبتي أنا، قلبي أنا، دلال القرشي. شكرا دلال. دلال بنت أحمد بن حسن بن يحيى المدني الفهري القرشي. شكرا دلال. هذه حلقة اليوم اسمها شكرا دلال. هذه تكملة للمقطع الذي قبل قليل. أنا سجلت مقطع قبل قليل ولكن إيش قطع. أي والله الاهتزازات، والآن في اهتزاز ولكن نمشي الحال في هذه الحلقة. تاريخ اليوم 6/6، وهذا يوافق تاريخ ميلاد بنتي دلال. ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا بالله. لن أفصح عن عمر بنتي دلال، بس ما شاء الله الله يعطيها ويعطيني ويعطي المسلمين أجمعين طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين. بنتي دلال تاريخ اليوم 6/6/1445، يوافق بالإنجليزي 19/12/2023. باقي 10 أيام تقريبا وتنتهي السنة الميلادية وتدخل السنة الميلادية الجديدة 2024 التي لا دخل لنا فيها، لا من قريب ولا من بعيد. هذه السنة الميلادية تخص الكفار، تخص المسيحيين، تخص من يقولون أن لله ولد، حاشاه. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا كلام الله جل في علاه. الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد، ليس له أم وليس له أب وليس له ولد وليس له زوجة. هذا كلام الله جل في علاه، وقاله ولدي سلمان ما شاء الله عليه، وكان عمره تقريبا 9 سنوات لما تكلمنا عن عيد اللي يسمونها أعياد الميلاد حقت المسيحيين، فقال قل هو الله أحد الله الصمد. جزاه الله خير. جزاك الله خير سلمان، يعطيك العافية. وكل واحد من عيالي بعطي حلقة معينة شكرا باسمه بإذن الله. فالحلقة هذه مخصصة حق بنتي دلال. سجلت قبل شوي مقطع وبداية ولكنه قطع التسجيل لسبب أنه يمكن الاهتزاز هذا. بنتي دلال، نسأل الله لك ولنا وللمسلمين أجمعين طول العمر وحسن العمل وحسن الخاتمة. اللهم آمين. تاريخ اليوم زي ما قلنا 6/6/1445، يوافق بالإنجليزي 19/12/2023. شكرا دلال. هذه الحلقة لك، هذه الحلقة مخصصة حق بنتي دلال. نتحدث فيها عن طموحاتها وعن ولادتها وعن طفولتها وعن شبابها وعن كفاحها وعن زواجها وعن عيالها. ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا بالله. ولو كان ولدها أحمد الذي الآن في السنة الأولى يعتبر في الجامعة أو معهد، نعم لو كان بنتا لكانت الآن جدة ما شاء الله تبارك الله، لأنها تزوجت وعمرها 17 سنة. زوجتها أنا عمرها 17 سنة ما شاء الله تبارك الله، وهذا الزواج الناجح. 17 18 لا تتأخر البنت، 16 لا تتأخر. خير الزواج المبكر. وأبو عيالها أحمد، عفوا حمد، ولدها أحمد. فأبو عيالها حمد بن أحمد بن محمد السويلم، وعائلة السويلم يقال أنها ترجع إلى سبعان السبيعي. هذا جوجل، عمو جوجل يقول كذا، والله أعلم. أنا بحثت عن المعلومة هذه. فأحمد ولدها سموه على اسمي أنا، جده أبو أمه، وسموه على أحمد جده أبوه. فأبو أمه أحمد أبوه أحمد، فلذلك جاء الولد. وهذا جزاه الله خير اللي هو مين؟ اللي يعقد لنكحه. أول ما جينا شاف أحمد وأحمد قال عجل ولدكم أحمد، وبالفعل الحمد لله جاء الولد وسموه أحمد. يدرس الآن في أول الجامعة ما شاء الله، لأنها تزوجت مبكرا. ولو كان بدل أحمد يعني بنت
لكان الآن بنتي جدة ما شاء الله، وما زالت صغيرة في السن ولله الحمد والشكر والمنة. فنقول شكرا بنتي دلال. بنتي دلال الآن قبل شوي صورت في الورش السيارات. بنتي دلال اللهم صل على محمد. بنتي دلال اللهم صل على محمد كافحت وجدت واجتهدت ولله الحمد والشكر والمنة. والآن هي تعمل في مجال تدريب القيادة. هي تعمل في مجال تدريب القيادة بإذن الله، وهي مدربة قيادة للقيادة النسائية. فالحمد لله جدت واجتهدت ودرست وكافحت، تزوجت، ربت عيالها الحمد لله. دورات ما شاء الله تأخذها داخل السعودية وخارج السعودية ما شاء الله تبارك الله. الكفاح، قصة كفاح، يعني بنتي دلال تحكي قصة كفاح ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا بالله، وهي مثال يحتذى به بإذن الله، مثال يحتذى به. يعني نحث الجميع، اخوانا اخواته، انا انتم الكل يجد ويجتهد ويعمل، والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى. جدت واجتهدت ونالت، كافحت. بنتي دلال تسوق سيارة من زمان، منذ طفولتها، من كانت 7 سنوات انا اللي اعلمها السواقة. اخواتي كنت اعلمهم السواقة منذ ما يقارب 45 سنة، وأنا لي من العمر أبشركم بالله ولله الحمد والشكر عمري الآن 60 سنة، وفوقها 2 3 يعني 62 63 ممكن توصل 64 حسب التواريخ القديمة اللي آبائنا وأجدادنا الله يرحمهم كانوا يؤرخونها. فعلمت بنتي القيادة، وأول من ساق قيادة السيارات كانت الساعة 12 بالليل، لا أتذكر كم كانت، ولكن 12 تقلب من 12 بالليل إلى اليوم اللي بعده 12 ونص، 1 بالليل، 2 بالليل، 3 الفجر يعتبر اليوم الآخر. فبنتي ولله الحمد والشكر قعدت أنا وياها أدربها على القيادة، يبدو أنها من الساعة 11، نعم 11 12 1 3 ساعات متواصلة ما شاء الله تسوق داخل الدمام، في الكباري، في الجسور، في هذا. فبنتي دلال أول من قاد السيارة، وهذا تسجيل حق بنتي دلال تقدر تعطيه لمن ترى ولمن تشاء ولمن تريد. فبنتي دلال ما شاء الله تبارك الله عليها، يعني هي تسوق سيارة ومتمرسة، وأبوها يسوق سيارة اللي هو أنا ومتمرس، وجدها حسن اللي هو أبوي أنا من أوائل وأقدم سائقين السيارات منذ 70 عاما ما شاء الله تبارك الله، ومتمرس ومتمكن في قيادة السيارة وفي ميكانيكا السيارة، تصليح السيارات بإذن الله. فهي أخذتها كابر عن كابر كما يقال، وأخذتها أبا عن جد كما يقال. ما شاء الله تبارك الله، هنيئا لك دلال ما شاء الله تبارك الله لا حول ولا قوة إلا بالله. فنحث الجميع في هذه المناسبة على الجد والاجتهاد، مهما الإنسان تصيده أي ظروف، مهما كانت صعبة غير صعبة، في رفاهية غير رفاهية، الإنسان يجد ويجتهد. حتى الإنسان المرفهين يعني لا يقولوا الرفاهية وأكل وشرب وهذا إيش حق أشتغل، إيش حق أقوم من النوم، إيش حق أتعب نفسي. لا، المرفهين لازم يتعبون نفسهم، يجدون يجتهدون عشان يحافظون على هذا المستوى بإذن الله. واللي مثلا نصيحة للكل، نصيحة عامة، اللي تحت الصفر يعني خط الصفر أو على الصفر أو فوق الصفر بشيء بسيط، أيضا يجدون يجتهدون يحسنون مستواهم لهم ولعيالهم ولعيال عيالهم ولمجتمعهم ولأسرتهم، سواء رجل أو امرأة. فطبعا كانت قيادة السيارة ممنوعة على النساء، الآن الحمد لله توفرت، وهذا شيء طيب بإذن الله. إن المرأة الآن تستغني عن قائد السيارة الهندي، الفلبيني، جميع الجنسيات، عربية أو غير عربية، استغنت عنها ولله الحمد والشكر. وطبعا المرأة لا تخرج إلا مع ذي محرم، فلما تكون مضطرة ما في إلا هي والسواق، فهذا شيء غير مرغوب. ولكن الحمد لله الآن السيارة تحت يدها، توصل عيالها المدارس، تروح عملها، تجي من عملها، توصل نفسها، تروح المستوصف، تروح أي مكان، الحمد لله في غنى. وزوجها مثلا في شو اسمه عمله
أبوها في عمله، إخوانها في عملهم، هي سيرتها تحت يدها، ولله الحمد والشكر منه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يديم الأمن والأمان والاستقرار على بلدنا هذا، بلاد الحرمين الشريفين خاصة، وعلى بلاد المسلمين عامة. اللهم آمين، اللهم آمين. ودي والله يطول كثير وما بوفيكي حقك يا بنتي دلال. بنتي دلال حبيبتي عزيزتي، خاصة أنها كأول يعني من جاء من العيال، سواء من الأولاد ولا البنات، الله رزقني ببنت، أول مولود لي على وجه الأرض بنت اسمها دلال حبيبتي، أم أحمد، الشيخة أم أحمد ما شاء الله تعالى بارك الله. زي ما قلنا درست وجدت واجتهدت إلى الثانوية، وكان زواجها وهي في ثاني ثانوي ما شاء الله، وكملت ثالث ثانوي وهي في بيت زوجها. بعد كذا ما شاء الله أخذت معهد، بعد كذا طلعنا لها، أو هي اللي طلعت ما شاء الله عليها رخصة قيادة من البحرين، لأن كانت فيها بعض الصعوبات في أو طول الوقت استخراج الرخصة القيادة في السعودية، فاستخرجتها من البحرين. لما استخرجتها من البحرين ولله الحمد والشكر منه، استخرجت رخصة ثانية معاي أنا. رحنا للمرور حق السعودية هنا في مدينة الدمام المنطقة الشرقية، اختبار بسيط، أعطوها الرخصة السعودية، صارت عندها رخصتين. قلت لها باب الرخصة الثانية الثالثة الرخصة الدولية كلها الظاهر ب80 ريال أو 70 ريال، ورحت معاها ما شاء الله وطلعنا رخصة ثالثة، فأصبح عندها 3 رخص في ذلك الوقت التي كانت المرأة لا تملك ولا رخصة قيادة. في البعض يسوقون تهريب كذا وشيء عادي، ان شاء الله انها تكون متمكنه اهم شيء. يعني ممكن وحده او واحد يكون عنده رخصه قياده ولكن سواقته سيئه، فهذا لا يستفاد منها. ممكن واحد ما عنده رخصه قياده ولكنه متمرس وفنان في السواقه، ولا نؤيد يعني سواقه السياره بدون رخصه قياده، ولكن اهم شيء انه اتقان قيادة السيارة. فبنتي ما شاء الله أتقنت القيادة، وفيما بعد قدمت على عمل وظيفة مدربة قيادة ما شاء الله تبارك الله، لا حول إلا بالله ما شاء الله تبارك الله. فهي الآن تعمل مدربة قيادة، وبإذن الله قريبا تكون عندها مدرسة تعليم قيادة. هذا اللي قاعد أشدد وأكد على بنتي دلال بإذن الله أنها يعني تتقن عملها، لأجل إن شاء الله نسوي تصريح أو ترخيص، نفتح حنا مدرسة قيادة ويشترك فيها أخوانها وأخواتها وأبوها، كلنا بإذن الله، يعني كل في مجاله. أنا مجالي قانون محاماة، بالإضافة إلى السواقة طبعا وميكانيكا السيارات، العقار، المحاماة 40 سنة، فشؤون قانونية هذه تبعي بإذن الله. عيالي ما شاء الله صقر تخصصه بنوك ما شاء الله تبارك الله، يحيى تخصصه قانون محاماة دارس في جامعة الأمير محمد بن فهد، وولدي صقر سابقا 7 سنوات تقريبا أو 8 موظف في بنك الجزيرة الشؤون المالية. فالحمد لله يعني كلنا بناتي الله يحفظهم، اللي جامعية واللي في الثانوية، ولدي سلمان صلاح يحيى، والحمد لله رب العالمين. والله ودي أطول كثير يا بنتي دلال ويا مشاهديني ويا متابعيني، ولكن الوقت لا يسعفني الآن، ولعلي أعمل حلقة ثانية أخرى بإذن الله اسمها نفس المسمى. شكرا دلال أو دلال القرشي الحاقية إلى هذه الحلقة، وأحمد القرشي يحييكم، رحب فيكم من قناته وقناتكم قناة أحمد القرشي التوعوية، وقناة أحمد القرشي قصص وعبر. ودائما نقول في الافتتاحية أو الختامية: أسعد الله صباحكم ومساءكم وجميع أوقاتكم بكل خير، حفظكم الله أينما كنتم وأينما حللتم أو ارتحلتم. هذا أحمد القرشي يحييكم من قناته وقناتكم قناة أحمد القرشي التوعوية، وقناة أحمد القرشي قصص وعبر، وإلى حلقات أخرى بإذن الله تفيد البلاد والعباد وتفيد الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.